حامد بعت لي عايز ترشيح لعربيه في حدود 1,700,000 جنيه، ولو بصيت في الفئه السعريه دي هتلاقي عندك اكتر من 27 عربيه تختار ما بينهم. فحبيت اساله شويه اسئله عشان اعرف هو بيدور على ايه بالظبط عشان ارشح له العربيه الانسب ليه. ولو انت بتدور على العربيه في الفئه السعريه دي او اي فئه ثانيه اتفرج على الفيديو ده عشان هيفيدك تعرف منه ترشيح. وفي نفس الوقت عندي نصيحه مهمه عايز اقولها في اخر الفيديو. اول حاجه سالته عايزها كروس اوفر ولا سيدان ولا هاتشباك، قال لي ان هو عايزها كروس اوفر او سيدان بس مش عايزها هاتشباك. كده كده معناش عربيات هاتشباك، فنخش في السؤال اللي بعده. بعدين سالته ينفع معاك صيني ولا لا، قال لي الصيني عادي. بعدين سالته هل الاداء مهم بالنسبه لك، قال لي الاداء عادي بس العربيه لازم تبقى مرتاحه في السفر، وهو بيسافر كتير جدا بالعربيه، والاهم ان هو بيسافر بالعربيه صد رد. فلو انت عندك نفس الظروف دي خلي بالك عشان العربيه تسافر صد رد وتسافر مرتاحه، خصوصا لو راكب فيها عدد من الاشخاص وحاطين الشنط بتاعتهم في العربيات، لازم تكون العربيه اصلا قويه وادائها كويس عشان تقدر تمشي معاك على الطريق وتمشي على السرعات اللي انت عايزها وتروح صد رد وهي مرتاحه، مش قارس عليها مش دايس عليها جامد عشان تاخد منها السرعات العاليه اللي انت تمشي بيها على الطرق السريعه. فكده هنطير العربيات اللي ادائها عادي ونخلينا في العربيات اللي ادائها كويس، ويتفضل معانا 22 عربيه. بعدين سالته عن الراحه وبصراحه ما استنيتش اجابته. الراجل بيسافر كده كده صد رد، فاكيد بيقعد في العربيه كتير وبيقطع مسافات كبيره في العربيه في يوم واحد بس، فعشان كده هنحاول نختار له عربيه مريحه. بعدين سالته عن الامان النشط، قال لي ان هو مهم جدا بالنسبه له. واخيرا هيبقى عندنا اجابه سؤال تفض الهيصه اللي احنا محتاسين فيها دي. كده هنشيل العربيات اللي ما فيش فيها امان نشط في الفئه السعريه دي وتفضل معانا 9 اختيارات بس. بعدين سالت حامد لو في حاجه ثانيه مهمه بالنسبه لك في العربيه، قال لي ان عايز العربيه شكلها من بره يكون حلو جدا وبرستيج، لان موضوع البرستيج ده مهم جدا بالنسبه له في الشغل. فكده هقول لكم على الترشيح واقول على النصيحه اللي انا عايز اقولها من اول الفيديو. الترشيح بناء على المعلومات اللي احنا قلناها دي هيكون بايك اكس 7. عربيه كبيره شكلها حلو جدا، فخمه من جوه ومن بره، وهتديله البرستيج والشكل الحلو اللي هو بيدور عليه ده، وهتكون عربيه ممتعه ومريحه في السفر وادائها كويس قوي، فهتكون مرتاحه معاه في السفر، وكمان فيها مستوى راحه كويس قوي، وفيها شنطه كبيره لو هو بيسافر كتير وبياخد معاه شنط كتير والحاجات دي كلها. ولو مش هنتكلم على العربيات الصيني، يعني لو هنستبعد الصيني من الاختيارات، ممكن تكون نيسان قشقاي اختيار مناسب في الفئه السعريه دي. ايه النصيحه بقى؟ النصيحه لو انت بتجيب عربيه في رينج 1,300,000 1,400,000 او اكتر من كده، لازم تكون شخص رخم وانت بتختار، يعني يكون ليك طلبات محدده، يكون ليك طلبات كتير، تكون عارف متطلباتك ايه بالظبط، وتكون مفصص الموضوع اكتر من كده، ما يكونش طلباتك عامه، لان الطلبات القليله دي هتوصلك في الاخر انك معاك 10 عربيات كلهم بيأدوا نفس الوظيفه، كلهم شبه بعض، وانت محتاس ما بينهم ومش عارف تختار ايه في الاخر، وتلاقي نفسك في الاخر خدت عربيه معينه لمجرد بس ان شكلها حلو، زي ما انا عملت دلوقتي كده. انا عشان الطلبات قليله ومفيش معلومات كتير اختار عليها، في الاخر اخترت عربيه كبيره وشكلها حلو عشان تكون برستيج للقصه دي، لان في الاخر كان معايا 9 عربيات كلهم حسب اللي اتقال ينفعوا للشغلانه دي. فمهم قوي تكون مفصص اختياراتك صح ورخم في الاختيار، خصوصا في الفئات اللي فوق ال1,400,000 دي، عشان كده كده انت قدامك اختيارات كتير، فمهم انك تكون عارف انهي عربيه في دول هتديك اللي انت عايزه بالظبط. فالمهم لو انت زي حامد بتدور على عربيه في نفس الميزانيه دي بنفس الطلبات دي، دول اختيارين قدامك ممكن تختار ما بينهم. لو انت بتدور على ميزانيه ثانيه او عندك طلبات ثانيه، ممكن تبعت لي في رسائل واقول لك ايه العربيه المناسبه ليك. سلام.